تتذكرون هذه الأسماء؟ سبونج بوب، عالم الطباشير، داني الشبح، خربشات، بسبس بوبي. هذه الأسماء وأكثر كانت تمثل لدينا ذكريات ومغامرات في الطفولة، ولكن فجأة بوم، كل شيء يختفي ويتغير، وكأن لا أثر لهذه البرامج بين القنوات الأخرى. كيف ولماذا؟ هذا ما سوف نتعرف عليه في هذا المقطع. من منا لم يكبر مع نيكولوديان، القناة البرتقالية التي رافقتنا في طفولتنا ببرامجها الرائعة؟ ولكن فجأة بدأ كل شيء يختفي ويتغير، وكأن لا أثر لهذه القناة بين القنوات الأخرى. فما الذي حدث؟ لكن قبل أن نجيب على هذا السؤال دعونا نرجع قليلا لحنين الماضي، وبالتحديد إلى سنة 1996، حيث كان جدي وجدك جالسين أمام التلفاز يشاهدون برامجهم المختلفة. ولكن فجأة ظهر نور جديد في عالم الرسوم المتحركة. نعم، إنها نيكولوديان، قناة جاءت لنا بكرتون سبونج بوب وكوريج الجبل وداني الشبح والعديد من الكراتين التي لا تعد ولا تحصى. واستمر هذا النجاح مرورا من جيل لآخر حتى لعام 2011، حاملة نيكولوديان معها العديد من النجاحات والإنجازات خلال هذه السنوات، ككرتون سبونج بوب اللي كل طفل على وجه هذه الكرة الأرضية يعرفه، دون أن ننسى أحد أكثر البرامج المفضلة عندي، وهو برنامج عالم الطباشير. ونعم، كما يقولون لكل صعود هبوط، فأين هي قناة نيكولوديان الآن؟ وأين اختفت؟ هذا ما سوف نجيب عنه في الفصل القادم. مع بداية سنة 2009 بدأت ملامح التغيير على نيكولوديان تظهر واحدة تلو الأخرى. لم تعد القناة كما كانت في السابق، بل أصبحت تعتمد فقط على تكرار البرامج وإعادة نشرها. البعض اعتقد أن الأمر مجرد فترة مؤقتة، ولكن الحقيقة كانت مختلفة تماما. فبينما كنت جالسا أشاهد نيكولوديان في عام 2011، فجأة تظهر لي رسالة غامضة على الشاشة، وكانت بعنوان: يمكنكم متابعة برامج نيكولوديان على MBC3. وبعد فترة ليست بقصيرة اختفت القناة واختفت إشارتها نهائيا، تاركة فينا وفي الكثير من الناس العديد من الأسئلة والشكوك بخصوص هذا الأمر. فأحد أكبر العوامل التي توقعها الجمهور وتوقعتها أنا خصيصا هي أن قناة MBC3 اشترت قناة نيكولوديان أو استولت على برامجها، ولكن الحقيقة كانت مختلفة تماما. ففي سنة 2007 عانت الشركة وبشكل كبير لأسباب متعلقة ببيئة العمل والتغيرات الداخلية، مما أدى لإفلاسها شيئا فشيئا. يعني حرفيا تخيلوا معي قناة بهذه الضخامة تعرض سبونج بوب وما إلى ذلك تفلس بهذا السبب. حقا أمر غبي ولا يتقبله العقل. ودون ذلك ففي فترات عرضها ما كانت تأخذ الحذر في برامجها، بمعنى أوضح كانت تعرض أحيانا برامج وحلقات بالسب والشتم دون إزالتها، وهذا حقا كان شيء غير معقول من الكبار والصغار، وبالخصوص الآباء، ومما أدى لانخفاض المشاهدات على نيكولوديان، أي أن الآباء ما كانوا يرضوا أطفالهم يشاهدوا هذه القناة. وحرفيا بعد التعمق في هذا الأمر اكتشفت أشياء غيرت نظرتي تماما، أشياء ما تخطر حتى على بالي. فخلف تلك الألوان الزاهية اللي كنا نشوفها على نيكولوديان كانت هنالك كواليس أخطر من كذا. فحرفيا هنالك أشياء مرة خطيرة كان يفعلها دانس شيلدر اللي تم تعيينه من طرف نيكولوديان. والرجل هذا أنا متأكد 100% أنك شاهدت أحد أعماله، ولكن التصرفات والأشياء التي كان يفعلها غير طبيعية بالمرة. أعطيكم مثال بسيط، أحد أكبر البرامج المعروفة عنده وهو أماندا شو. هذا الرجل حرفيا كان بالأطفال الموجودين في ذلك العمل،
وحرفيا كان عمرهم بين 13 سنة و16 سنة. وحتى الشخصية الرئيسية عرض عليها مبلغا ضخما يصل قيمته ل 300 ألف دولار كي تظل ساكتة. ومع ذلك فضحت جرائمه في كتاب ألفته بسنة 2021. ومن طفل لطفل كانت نيكولوديان تتعرض لهذه الأشياء والعديد من القضايا والشكوات، حتى تم فصل داني شيلدر وحكم عليه ب16 شهر سجنا. وتداول الناس فيما بينهم أن هذا هو السبب الحقيقي الذي كان سببا في إغلاق قناة نيكولوديان، لأن بعد هذه الفضائح خسرت الكثير من الأموال مما أدى لتدمير سمعتها وانهيارها. يعني متخيلين الشيء اللي سمعتوه الآن حرفيا في هذا الفيديو مرة خطير. وهنالك وثائقي حرفيا فضح هذه الجرائم وكشف عنها. أنا ما أبغى أتعمق في التفاصيل حفاظا على سمعكم، وأنا حقا يعني تأسفت وما كنت أدري هذا الشيء. حتى لحظتنا هذه تعرضت على هذه الواقعة، وأشعر بالأسف والتحسر على القناة وليس عملاؤها، ففي سببهم الآن نحن لم نعد نرى تلك الأعمال، بل فقط بضع منها مكررة على قناة MBC3 وأحيانا غير موجودة. المهم، كان هذا هو مقطعنا لليوم. لا تنسوا اللايك والاشتراك، لأنني في 50,000 مشترك عندي لكم مفاجأة.